فاكر كلامه حتى لما بنجامين مات في الحرب رجع وحقق حلمه بداله. وبعد الحرب ما خلصت قابل الملازم دان القائد بتاعه اللي خسر رجليه في الحرب وكان زعلان جدا انه مماتش زي ما كان بيحلم، بس فورست فضل جنبه وساعده يلاقي معنى لحياته تاني لحد ما دان كمان بقى شريكه في مشروع الجمبري. تعالى بقى ننتقل لشخصية جيني ونحللها من كل تفاصيلها. وجيني كانت عايشة في دوامة من مشاكل في بيتها لعلاقات غلط لحياة في ضياع، وكل شوية تطلع من حياة فورست وترجع له تاني، ولما بترجع هو عمره ما بيلومها وبيفتح لها قلبه وبيحبها زي ما هي. جيني مثلت العكس تماما لفورست، هي معقدة وعاشت حياة مليئة الصراعات الداخلية والخارجية سواء كانت بسبب طفولتها الصعبة وعلاقتها المتقلبة. جيني مثلت البنت التايهة في المجتمع الأمريكي في الستينيات والسبعينيات في فترة كانت مليانة تغيرات اجتماعية كتير. قصتها مليئة بالهرب المستمر من الماضي ومن نفسها رغم انها تحب فورست الا انها مش قادرة تتخلى عن حياتها المليئة بالتحولات والمشاكل. الرمزية في شخصية جيني هي تمثل الحرية، ولكن الحرية هنا مرتبطة بالاضطراب وعدم الاستقرار. فورست كان ثابت في حبه لجيني، لكن هي كانت دايما بتهرب منه رغم الحب الكبير اللي كان ما بينهم، كل واحد فيهم كان بيعيش حياة مختلفة تماما. بعد كده تعالى ننتقل لتطور الشخصية. الفيلم بيعرض تطور شخصية فورست بشكل فني بديع، من طفل بريء فاقد لوعيه بالعالم لحد راجل بالغ شارك في العديد من الأحداث الكبيرة في التاريخ الأمريكي. تطور شخصية فورست مش بيحصل بسرعة، لكن بنشوف في مراحل مختلفة من حياته وكل مرحلة بتكشف